السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم جيت نشارك معكم هذا الطويجن اللي كيجي غزال الصراحه ديال فخيده الدجاج، وزيدت عليه البطاطا مقليه والبيض المسلوق والزيتون والحامض. كنتمنى اذا عجبكم تشتركوا في القناه. عندي هنا المقادير: بصله مشلضه كيف ما كتشوفوا معايا، عندي الزيت، وعندي في هذا الطبيصل كيف ما كتشوفوا الثومه محكوكه 2 فصوص، معلقه ديال السمن، اللب ديال الحامضه مصيره والربيع. وعندي في هاد المكونات العطريه عندي الخرقوم والسكنجبر والابزار، وهذا هو المكون الرئيسي اللي كيبنن هاد الدجاج هادو هو السحتر. وعندي كذلك الفخذ والملح. غنشبروا واحد الاناء وغادي نعملوا فيه شويه الزيت، وغنضيفوا هاد المكونات هادو كيف ما كتشوفوا معايا: السحتر والحامضه مصيره والربيع والعطريه كذلك. غنضيفوا الملح حسب الذوق، يعني نتوما كتشوفوا عينكم ميزانكم. كنخلطوا المكونات مزيان هاد العطريه باش كنعملوا واحد الشرموله باش غادي نشرملوا بها هذيك الفخيده الدجاج. الصراحه كيجيو بنان بزاف ملي كتزيد لهم هاد السحتر. انا كنفتحهم شويه، كندير لهم واحد شريطات بالموس باش كتدخل فيهم العطريه حتى لداخل، وكنزلهم على ديك البصيله. يعني ما كنشحر ما حتى شي حاجه، ما كنشحرهم ما والو، ديريكت كنديروهم يطيبوا كيجيو غزلان. جربوهم وردوا عليا. نبقى نشرمل معاكم انتم كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. كندخلوا حتى في ديك الفتيحات اللي عملت الفخيضات باش العطريه كتدخل فيهم مزيان بهذا الشكل هذا. والعطريه اللي بقات لي حتى هي كنعملوها على ديك الدجاج وفي ديك البصله. هنا نزيد شويه الزيت على ديك البصيله كيف ما كتشوفوا معايا. الطاجين كنعملوه فوق نار مهيله بزاف، وكنزيدو ديريكت ماشي حتى كاس ديال الماء، غير شويه باش كيطيب فيه وكيجي معسل غزال. هانتوما تشوفوا كيجي واحد البنه فيه ما تشبعوش منه. من بعد ما طاب لي الطاجين، انا طيبت في الطاجين، يعني ما طيبتش الكوكوط، ديريكت طيبت في الطاجين كيف ما شفتوا. هنا غادي نزيد البيض المسلوق، هذا كيبقى اختياري، انا كيعجبني بهذا الشكل هذا. وكذلك الزيتون. كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم الفيديو بزاف. وهنا ضفت البطاطا وكذلك الحامض المصير. كنتمنى ان يعجبكم الفيديو، واذا عجبكم ما تنساوش انكم تشاركوه مع اصحابكم باش حتى هما يجربوا هذه الوصفه هذه اللي كتجي اكثر من رائعه. شكرا لكم.